مساء الخير على أحلى أخوات في الدنيا، رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. تعالوا نعمل مع بعض وصفة سمك سهلة وبسيطة وزي الفل. مش هتحتاج مننا وقت طويل. طبعا أنا جايبة السمك وغسلاه وشطفاه زي الفل عشان بس وقت الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. أنا هنا السمك بتاعي جاهز ومعايا بصلاية بشراها ومعلقة توم كبيرة وبهاراتي ملح وكزبرة ناشفة وكمون وكاري. ده كل اللي احتاجته في الوصفة بتاعتي. وهحصر معاكم نص ليمونة. بعد ما احصر النص الليمونة هقلب التتبيلة بتاعتي. السمك بتاعي مش هيحتاج اكتر من كده. هقلبهم مع بعض. يبقى حطيت بصلاية مبشورة كبيرة ومعلقة كمون كبيرة وبهاراتي طبعا كمون وكزبرة ناشفة وملح وكاري، معلقة كاري كبيرة. هنا تبلت السمك بتاعي الأول بالملح والكمون على الجهتين، تبلتهم كويس وهبدأ أنزل بالتتبيلة بتاعتي اللي أنا عملتها معاكم. هبدأ أوزعها على السمك كله من فوق بالشكل ده. أتبل الكمية كلها بالشكل ده يعني. بعد ما اخلص الكمية بالشكل ده هبدأ احصر نص ليمونة تاني على السمك من فوق واسيبه لمدة ساعة في التتبيلة عشان يتشرب ويبقى زي الفل. هنا بقى رجعت بعد ساعة، كنت جايبة كمية بطاطس، الكمية اللي انت عايزاها يعني. انا هنا عاملة البطاطس حلقات وعاملة طماطميتين حلقات وبصلاية كبيرة برضو حلقات، ولو عندك فلفل اخضر حابة تحطيه برضو هيبقى جميل. انا جبت صينيه دهنتها زيت وصفيت البطاطس بتاعتي بالشكل ده وحطيت عليها البصلايه اللي انا مقطعاها حلقات فوقيها. مش هنحتاج كميه بصل كبيره بس عشان تطعم السمك معايا وطعم البطاطس يبقى كله مشوي ببعض ويدينا طعم حلو. ومعايا طماطميتين انا قطعتهم برضو حلقات وحطيتهم بالشكل ده من فوق. وهنزل بالسمك اللي انا متبلاه معاكم. بعد ما خد ساعة في التتبيلة، خد ساعتين يعني، كل ما يقعد في التتبيلة يبقى احسن. انا بصراحة خد ساعة واحدة معايا. وهحطه بالشكل ده على الصينية بتاعتي. صينية ساج اي حاجة يتحط فيها عشان يدخل الفرن. بعد ما اخلص الكمية بتاعتي بالشكل ده وافرده من فوق هبدأ ارش معلقة زيت على الوش وادخله الفرن بتاعي. عبال ما يستوي في الفرن كنت انا هعمل الرز معاكم. حطيت معلقة زيت ومعلقة سمنة على النار في الحلة. اول ما تسخن معايا كويس هنزل بصلاية كبيرة مقطعاها مكعبات واشوح في البصلة. وحطيت طبعا ملح وكمون. تصفر معايا البصلة بالشكل ده. احنا عايزين البصلة تصفر كويس تبقى حلوة كده عشان السمك الرز يطلع لونه حلو. اول ما تصفر معايا بالشكل ده هنزل طماطمايه واحدة مقطعها برضو مكعبات هقلبها واشوح فيها. اول ما اعرفها لانت الطماطمايه ودابت هنزل بالمية بتاعتي. طبعا كمية المية دي معروفة على حسب الرز اللي انت الكمية الرز اللي انت هتعمليها. واتبل المية بتاعتي اللي انا حطيتها عشان احط الرز على طول. لقيته ناقص ملح طبعا هنزل بشوية ملح. وبعد كده هغطيها واول ما تغلي معايا هنزل بالرز بتاعي. بس الفيديو بصراحة ما صورتش وانا بنزل بالرز. وبكده خلصت الوصفة بتاعتي. السمك طلع من الفرن والرز استوى وبقى زي الفل. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.